السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أتجول بكم في هذه المنطقة الجميلة، مدينة مراكش، وأخذ معكم يعني فيديو لهذه المنطقة هذه مجاورة لمنارة مول اللي كنشوفوه الآن من هذه الزاوية. هذا المشروع هذا وهذه الحديقة هذه يعني أنشئت مؤخرا كمنطقة كمنتزه وكمتنفس للساكنة لمدينة مراكش الحمراء الجميلة. كنشوفوا أشجار الزيتون تحيط بالمنطقة بهذه الحديقة، وكتشوفوا معايا من هنا المنارة. إذن منظر جميل جدا، منظر جميل جدا، فيه غطاء نباتي متنوع ومناظر جميلة في الحقيقة. اللي كيجي لمدينة مراكش ضروري أنه غادي إلا كان غادي من منارة مول إلى المنارة يمر على هذا المكان هذا. هو في الحقيقة جميل جدا، وواحد كما تنقولوا حنا يسميوه بحال اش غادي نسميوه، كيسميوه الكورنيش. هو اللي غادي هو في الجنب، ولكن حداه هذه الحديقة هذه اللي هي حديقة رائعة، فيها رياضات، ألعاب للأطفال، ملاعب ديال راه تنشوفوها من هنا هذه الملاعب. ويجد الزائر الظل والممرات يعني هذا نظيفة جدا. فنتمنى باش اترككم واعود بكم مرة اخرى الى يعني نلتقي معكم في فيديو اخر اللي غادي يوثق لنا هذه الزيارة هذه السياحية للمنتزه الجديد للمدينة. حقيقة اللي كيجي لمدينة مراكش بحال الله كيشوف الزيتون، مدينة الزيتون والمناطق الخضراء الجميلة والنظافة. لذلك عجبتني مزيان هاد الحديقة هذه. وانا يعني كاين هذا المرتفع هذا اللي داروا واحد المرتفع اللي قصدا باش الزائر يطلع ويشوف عن علو المدينة والمناطق المجاورة لهذه الحديقة هذه. إذا نتمنى أنكم تمتعوا بهذه المشاهد الجميلة، وغادي نهبط لتحت باش تشوفوا العلو اللي طلعت له أنا. كاين هذه الأدراج اللي أنا هابط عليها باش نشوف معكم هذه المدارة المرتفعة. هي هذه جميلة، هذه المدارة المرتفعة اللي فكر فيها يعني هو عنده بعد نظر وعنده ديك التقنية باش يشوف الإنسان هاد يعني ما يحيط بالحديقة. هذه الحديقة اللي قلت أنها مؤخرا تجددت هذه الحديقة هذه، ولاحظت على أن فيها حتى المراحيض، وفيها يعني باش تسهل على الإنسان أنه بعض المرات كتكون تسالى في شي مدينة ما كتلقاش المراحيض. هنا كاينه المراحيض، هي كنشوفوها من هنا، وكنشوفوا الأطفال ناشطين كيطلعوا الفوق باش يكتشفوا المناظر الجميلة. أعود بكم إن شاء الله إلى فيديو آخر.